الكرنبايه بتاعتنا الجميله الحلوه دي. ماشي، صلوا على الرسول وحده لا اله الا الله. انا بحب اجيبها بالورق الاخضر بتاعها الجميل ده، لان انا بحب الورق الاخضر. ماشي، انتم شايفين كده طبعا ايه يعني، هي ما شاء الله كرنبايه كبيره اهي. مقطع الورق الاخضر منها عشان ايه اسلقه طبعا. ف ما شاء الله حلوه يعني. هويه وجميله ازاي وحلوه، مدلقه كده وجميله اهي ما شاء الله عليها. 30 جنيه 30 جنيه اهي ما شاء الله. ورقها طري يعني بصراحه ورق جميل وحلو يعني. تشوفوها تقولي ده هي مسلوقه. ماشي، هنسلقها ونشوف التقطيعه بتاعتها هنقطعها ازاي. يلا بينا يلا بينا. بتاعي بعد ما قطعته وفكيته من الكرنب لسه ما سلقتوش طبعا. تمام، هنسلقه. الميه بتغلي على البوتاجاز، هنسلقه ونشوفه مع بعض دلوقتي. حبايب قلبي بقى كده انا بسلق اهو. تمام كده انا قربت اخلص، بس في حاجه هوريها لكم. انا هنا ما بسلقش ما بتكاش قوي على الورق، علشان لانه هيتفرز في الفريزر. تمام. فما تتكاش عليه لانه هياخد تسويه تانية في الفريزر. لما بتيجي تطلعي تلاقيه دايب قوي وتقولي ده الورق باظ في الفريزر. لا، هو باظ من حضرتك وانت بتسلقيه في الاول، ما باظش في الفريزر. لان المفروض ان انت ما تتكيش عليه في التسويه قوي. ماشي، وتديله يعني يا دوبك بس كده حاجه بسيطه في الميه المغليه بالملح والكمون ومعلقه زيت. معلقه الزيت علشان بتخلي الورقه ناعمه وجميله كده، وفي نفس الوقت ما تحطها في الفريزر ما بيمسكش في بعضه قوي. تمام. هنا عندي الورق اهوت بدات اخلص. في الورق الاخضر ده انا بحب اتك عليه في التسويه شويه سنه. يعني انت هتقولي مثلا انت في ناس بتبقى تشيل العين ايديه كده من الاول. تمام، قبل ما نسلقه. انا بعمل كده برضو على فكره يعني، وبطريقه كويسه مش وحشه ولا حاجه. بس انا حبيت اوريكم الفكره الجديده. عجبتني الفكره ان انا اقطعه، بسلقه كده واقطعه، وبعدين هخلي العنق دي تبقى كده خدت يعني السليق ادالها نص تسويه. فاما احطه في ميه المخلل. طبعا المخلل عندي الميه عندي ميه دايره. يعني ايه دايره؟ يعني انا حاطه فيها مخلل قبل كده كتير، اللي هو مكان الليفت، تخليل الليفت. تمام، ولونها احمر وجميل. فانا مش هرميها طبعا، فهحط فيها الايه ورق الكرنب، العنق بتاعت الكرنب ديت على ما اجيب ليفت وكده. تمام، وهوريهولكوا برضو وانا بعمله ان شاء الله يعني. تمام، وحيد ولا اله الا الله كده، وصلوا على الرسول. وبالله عليكم اللي ما حطتش اللايك يا ريت، انا اول مره اطلب منكم، اللي ما حطتش اللايك يا ريت اتفضل تحطه او يتفضل يحط اللايك. تمام، انا والله ما بتاخر على حد، ولو غبت عن حد وما رحتلوش في اول العرض او في اول ما انزل الفيديو بروح له بعد كده، وبستمر مع الاخر دقيقه في الفيديو، ما بسيبهوش مهما كان الفيديو. ان شاء الله حتى وصل ل20 دقيقه انا مستمريه برضك وبشاهده على فكره، وبكتب وبعمل لايك وبرفع منتدى. فنشجع بعض، انت محتاجاني وانا محتاجاكي، فنشجع بعض. مش معنى ان انا باجي اشاهد لك وكده ان انا محتاجاك وانت ما تجيش تشاهدي لي، ده مش كويس. احنا بنشجع بعضنا، احنا بندعم بعض، حد يعني نساعد بعضنا كده. انت نسبة المشاهدة عندك قليلة وانا نسبة المشاهدة عندي قليلة. ليه؟ لانه ما بنروحش لبعض بصدق وامانة. وبعدين ما تجيش عندي وتشاهدي دقيقة او يا دوبك تبصي كده وتقومي كاتبة على فكرة انت لو لاحظتي المدة اللي انت بتكتبي فيها التعليق، تمام، لو كتبت حتى بسم الله الرحمن الرحيم او السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما بتاخدش حاجه اقل من الدقيقه، وتقومي رايحه عاطيه اللايك كده وتقومي سايبانه وتقومي ماشيه، يبقى كده انت وقعت الفيديو كده. لا، بلاش نوقع بعضنا، لازم يكون قلبنا على بعض بالله عليكم. مش بقول عشان نفسي كمان، لا انا بقول لنا كلنا نروح لبعضنا بصدق وامانه. اللي بيجيني روحي له، وروحي للي ما بتجيلكيش، ومره واتنين هتلاقيها جاتلك. صدقوني والله العظيم احنا اللي هنكبر بعض، واحنا اللي هنوصل بعض للي احنا نفسنا فيه، ونحقق اللي احنا عايزين نحققه.
فما يعني ايه، خلينا قلبنا على بعض. حتى لو حد فينا نجح يبقى في حد نجح، يبقى في امل للباقي ينجح. وطي الصوت شويه لو سمحت يا استاذ محمد. مش خلصت ولا في كده بنسويها كده، وعلى قد الورقة بقى. يعني نشوف مثلا حضرتك مثلا بتحب الورقة كبيرة بتحبها صغيرة. طبعا الورق اللي بقطعه دوت انا ببقى احطه في ارضية الحلة واحنا بنحشي المحشي. تمام تمام. بنشوف احنا عايزين نعملها ازاي. يعني عرض الورقة بتاعتك شايفين كده. شوف الورقة جامدة شوية بس حلوة، لما هتدخل الفريزر هتبقى جميلة. تمام بالشكل ده كده. الورقة اهي. الورقة لو انا ما قستش بصوابعي ولا حاجة، انتوا شايفين بقطع معاكم طبيعي اهو. لو جيت اقيس بصبعي هلاقي، شوف عرض الورقة اهو، ده عرضها طول صبعي الصغير. تمام. طولها قد الصبع اللي جنبها، يعني كده بتبقي انت عارفة الصبع اللي انت محتاجاه. تمام تمام. مدهبة على فكرة ما برميهاش، انا بعملها صبع برضك وبتبقى جميلة وحلوة. وتحطها في ارضية الحلة بتستوي. انا من اللي بحب الورق الاخضر يعني. تمام تمام. فتقطيعة الورقة على حسب ما انت محتاجاها. تمام تمام. بالشكل ده كده. ممكن بقى تعينيها زي ما انت عاملاها كده، تحطها في ترصها في اطباق او في اكياس وتعينيها في الفريزر. تمام. وفي ناس بقى بتقطعها وترصها وتعينها في الفريزر. بصي يعني انت لو حابه تسيبها زي ما هي سيبيها تقطعيها اهي. امسكي كده. تمام بالشكل ده كده. دي طبعا انا بعملها للبنات الصغيرين اللي هم مبتدئين في المطبخ. طبعا احنا كلنا اساتذه مطبخ واساتذه محشي وخصوصا الكرنب. بالشكل ده كده. وبتحطها في الطبق وترص ترص ترص ورا بعضه لحد ما تعملي ايه المحشي الورق كله. تقطعي الورقه وتخزني كلها. تمام. طب في طريقه تانية؟ في طريقه تانية هنعملها برضو مع بعض كده بالراحه. بتجيبي كده بترصهم مع بعضهم زي ما انت حابه، يعني براحتك برضو، الطريقه اللي تعجبك. احنا بنتعلم من بعض بنساعد بعض ان احنا نعمل حاجه. ماشي. وبخصوصا البنات الصغيرين اللي هم لسه متخرجين من الجامعه، اللي هم مغتربين ساكنين مسافرين برا، وطبعا ما دخلوش المطبخ قبل كده، ما يعرفوش يتعاملوا مع المطبخ. تمام بالشكل ده كده اهوت. تمام تمام يا باشا كده. ده بقى انا بقطعه وبحطه في المخلل. بالشكل ده كده اهوت. نقطعها بقى يعني شايفينها كده اهي. ماشي. برضو احنا بنقطع على حسب الورقه بتاعتنا بالشكل ده كده. انا مش عاوزه اطول عليكم، بس صلوا على الرسول ووحدوا لا اله الا الله. تمام. السكينه بتاعتي تقريبا عايزه تتحمى شويه. طبعا انت بتقطعي القطاعه عشان تحافظي على ايديك، وخصوصا البنات الصغيره على قد ما تقدروا ما تحاولوش ان انتوا تمسكوا بالسكينه عشان تحافظوا على ايديكم. هي مش قادره تتقطع ولا ايه؟ في ايه مش معقوله يعني الرمبايه مش قادره تتقطع. سبحان الله له في ذلك حكم. ده ممكن تكون
يعني الغالي قرر علينا ولا حاجة. بالشكل ده كده، بالشكل ده كده نقطع بايدينا يا جدعان. مادام السكينة مش قادرة تمشي في الكروم، يعني غريبة ان السكينة ما تمشيش في الكروم. طبعا في ناس تقول لك ايه الورق الاخضر ومش الورق الاخضر، لا احنا بنرميه. لا والله يا جماعة احنا بناكله، لان طبعا اولا كله فيتامينات وكله غذاء، وخصوصا الورق الاخضر كل ما كان لونه اخضر غامق كل ما كانت نسبة الفيتامينات فيه عالية وايه وحلو. تمام. بنيجي كده بالشكل ده كده اهوت. تمام. بالشكل ده برضو بتقطعها على حد الورقة اللي حضرتك محتاجاه. لا بقى قطعي بقى، يعني عيب كده ما يصح. شايفين المنظر؟ مش عارفة، ايوه كده شايفينه. الورقة بورقتها اهوت. تمام. يعني بجد هي الفكرة حلوة وجميلة وما تخافيش منها، وادخلي المطبخ واشتغلي بالراحة. وما تيجي تعملي الحاجة اول مرة زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر ده كده الورقة يا دوب تلف 10 على 10. وزي ما قلت لكم اهيت العرض والطول اهوت نفس المقاس. تمام. تمام. يعني هي كده ماشي. الطريقة بتاعت الايه المحشي. ودي برضك ما برموهوش، انا بحشيه لان هي ورقة حلوة، هي في الطروف الاول. تمام. في ناس بقى تقولك لا احنا ما بناكلش الاخضر، احنا ما بنعملش الاخضر. دي حاجة ترجع لحضرتك، وكل واحد ليه. برضو كان شوف الورق الابيض، احنا عملنا الورق الاخضر، برضو كان شوف التعامل مع الورق الابيض ازاي. طبعا انا رصيت الورق الاخضر الورق الابيض بالشكل ده كده برضو، ومش سلقاها قوي زي ما قلت لكم. ماشي. الورقه مش مسلوقه قوي. تمام. تمام. هنقطع برضو الكرنبايه بنفس الطريقه على حسب السكينه بتاعتك ما تاخد. انت ممكن تعملي واحده بس، يعني مثلا ايه ما تقطعيش كتير، ممكن تقطعي واحده بس بالشكل ده كده. شوفي السكينه التانية راحت، السكينه دي بارده قوي. ماشي. برضو دي بنخلله اهو، ممكن تقطعي واحده بس اهي زي ما انتم شايفين. دي حاميه شويه حلوه اهي. ماشي. وتقطعي كله زي ما انا عامله كده بالشكل ده على حسب السكينه بتاعتك ما تجيب معاكي. ماشي. تمام. 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 تمام يا باشا. اللهم صل على النبي. برضو نفس الطريقه اهيت. برضو اهو زي ما انتوا شايفين كده. الحجم بقى اللي انتوا عاوزينه. مت... في ناس بتحب المحشي الصباع كبير، يعني ما بيحبوش الصبع صغير، بيحبوا الصبع كبير. ماشي. وفي ناس بتحب الصبع صغير بالشكل ده كده. تمام. تمام. اتمنى ان انا اكون اعطيت معلومة كويسة او استفدتوا مني بحاجة. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. استغفر الله واتوب الى الله ولا حول ولا قوة الا بالله. وحدوا الله كده يا جماعة واستغفروا وادعوا لمرضانا ان ربنا يشفي جميع المرضى ويرحم موتانا جميعا. تمام. بالشكل ده اهو كده. والله جميل، طريقة حلوة وجميلة، طريقة عجبتني. اتمنى انها تعجبكم انتوا كمان، يعني ورقة بورقة.
كبري الورقة، صغري الورقة. تمام، بالشكل ده كده اهو. ان الورقة ملهاش دعوة بالتانية ديت اللي لازقة ببعضها بالشكل ده كده. وتعيني الورقة بقى، ترصي وتحطي في الطبق وتعينها كده. تمام، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا مني. وبرضو هنعمل المحشي ان شاء الله والخلطة بتاعته، احنا عملناه قبل كده كتير مع بعض، بس هنشوف المحشي بتاعنا ده اتعمل ازاي مرة تانية ان شاء الله. فيديو جديد بإذن الله هنعجبكم مع بعض ان شاء الله، ونشوف وشكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معاكم فاطمة الجندي لقناة فاطمة الجندي.